مرحبا بالناس الكل وبمتابعي الشأن الرياضي أينما كنتم، ونرحبوا خاصة بجمهور النادي الإفريقي الكبير. اليوم كما ريتوا في العنوان باش نحكيو على تشكيلة النادي الإفريقي المثالية ضد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في لقاء القمة، لقاء كأس تونس. بالطبيعة الماتش ماتش قمة، وخاصة ماهوش ساهل على الآخر. وقبل ما نحكي على الفورماسيون نحب نرحب بكامل جماهير النادي الافريقي في هذه الامسيه الرمضانيه، نسلم على الناس الكل، والاكيد اللي حاجته باي استفسار في التوب شات او تعليق يخلي هنا في التوب شات. كيف انه الماتش هذا ماتش كبير على الاخر، ماتش قمه بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري في المنستير في مصطفى جنات بالذات. النهار لحد مع ماضي ساعه ونص تقريبا، يفصلنا اقل من 4 ايام على المقابله هذه. الماتش هذا باش يكون مهم للنادي الافريقي، مش خاطر باش ينجم يجيب ورقه الترشح برك، خاطر كيف اذا باش يترشح من مصطفى جنات بالذات باش نلبسوا ثوب البروفيل نتاع البطل القادم الفيتور شامبيون في البطوله، باش يعطيك حافز قوي برشا باش نجم تكمل في البطوله ويبدا عندك نفس ممتاز، خاصه المقابله هذه مقابله كبيره على الاخر. باش نحكي شويه على المقابله قبل ما نحكي على الفورماسيون تيتولير او التشكيله المثاليه للنادي الافريقي للاتحاد الرياضي المنستيري بعد 23 ماتش في الرابطه المحترفه الاولى. تقريبا عنده 37 نقطه في المركز الخامس، منفرد بالمركز الخامس عفوا. واخر 5 مقابلات تقريبا، المقابله الاخيره انهزم، والمقابله اللي قبلها عمل تعادل، معناها اخر 2 مقابلات السلسله من جمله 6 نقاط جاب نقطة واحدة. والاتحاد الرياضي المنستيري فما عامل اخر، تعرفوا الناس الكل اللي تقريبا باع برشا جوارات لمنافسين مباشرين، منهم النادي الافريقي، ونذكروا الحرزي ونذكروا عفوا مؤسس الحاج علي للترجي الرياضي التونسي، وبرشا ملاعبيه سافرت خارج حدود او احترفت خارج حدود الوطن، منهم الجفالي، منهم برشا ملاعبيه كانوا مكونين نواه الاتحاد الرياضي المنستيري. وهذا افونتاج للنادي الافريقي تقريبا باش ينجم يوصل لبعيد مع الاتحاد الرياضي المنستيري في مصطفى بن جنات. وسبق انه فريق الاحمر والابيض نجح في انه باش يقصي الاتحاد الرياضي المنستيري في منستير بالذات، وقتها بونتو بسام ستار في بعد ما اقحموا فوزي البنزرتي في نهايه الشوط الثاني هذايا بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الافريقي. وان شاء الله فريق الاحمر والابيض يهتدي انه يزيح مختص من المختصين في كاس تونس. كيف بما اني نحكي على فريق الاحمر والابيض فريق الشعب، فما مبادره اول فور وان اللي الحمد لله تقريبا كما نقولوا نحن بلغه الكوره ماشيه صحيحه. ان شاء الله النادي الافريقي يواصل في مثل هذه النسق. نعيب على برشا من مكونات النادي الافريقي السابقين والحاولين اللي مازالوا ما التحقوش بالركب على غرار نادي الغامدري، زهير الذوادي، وسام بن يحيى، وجمهور النادي الافريقي كالعاده. تقريبا مبادره فور اون وان هذه ديما نقولها من المنبر هذايا، من منبر جرينتا بلوس، انه هذا مشروع رياضي ومشروع مالي باش يساهم في النادي الافريقي في انه يعمل انتدابات سوبر ستار، في انه باش يخلص الديون المحليه، في انه باش يولي عنده موارد قاره ينجم يوصل بها لبعيد لفريق الاحمر والابيض. البروجي اكتيف بالطبيعه. وصلنا إلى حد هذه اللحظة 286 ألف دينار بين 4375 مشجع. هنا مانيش نحكي على لي فون توتو، مانيش نحكي على المرابيح بصفة عامة، أو مانيش باش نحكي مانيش نعطي رأيي في المرابيح. الأوبجيكتيف نتاعنا 4 مليارات، مازلنا بعد شوي، لكن السيبورتير هو اللي باش نحكي عليه. فما في 4375 محب فقط تمرع للنادي الافريقي. الرقم صحيح كبير، لكن بالنسبه للنادي الافريقي لازم يكونوا 100,000، يلزم يكونوا 60,000 نتاع ملعب رادس. هذيك قوه النادي الافريقي، ولازم الجميع يلتحق بالركب باش يكون موجود في مبادره الفروان. كما قلت قبل تقريبا قبل معناها الماتش مستير، قبل معناها ما فما مكونات نادي، اسكو ما زالت ما التحقتش بالركب، اسكو فيرجي تشامبرز لازم يكون موجود بما انه شركه جي مع النادي الافريقي قائمه الذات وموجود واعطاه. لكن دخلنا في تحديات بين فيرجي تشامبرز ورجل الاعمال فريد عباس، وتقريبا ان فريد عباس او عفوا فيرجي تشامبرز قال سادفع 3 أضعاف المبلغ الذي يدفعه فريد عباس. وان شاء الله هالتحدي هذايا يكون في صالح النادي الافريقي لما لا، ونبعدوا على انه نمسوا الخط
كيفاش نقولوا مش الخط التحريري، معناها الاستقرار المالي والاستقرار الفني والاستقرار الاداري. ما نحبوش مشاكل في اخر امتار البطوله الوطنيه، وان شاء الله فيرجي تشامبرز لما لا يبعد على مثل هذه الترهات، ونلقاوه مع النادر الغندري، نلقاو معناها في النادر الغندري في الوصافه، ونلقاو فيرجي تشامبرز بمليار مثلا، باش يكون حافظ قوي برشا الجمهور من النادي الافريقي. صدقوني اذا فما مبلغ كبير باش يدخل من رجل اعمال، باش يكون حافز كبير وكبير لصالح النادي الافريقي في هدف 4 مليارات. كيف مرحبا بالناس الكل في هذه الأمسية الرمضانية الرايقة، ومرحبا خليونا استفساراتكم في التوب شات، وخليونا آرائكم على أي حاجة تخص النادي الإفريقي، كواليس النادي الإفريقي، أو استفسار يخص فريق الأحمر والأبيض. فما شكون قال مومو حبيشه مومو قال بجاه ربي وينو الكوتش نبيل. ما نعرفش شكون الكوتش نبيل بالضبط اللي تحكي عليه، اسكو نبيل الكوكي او ما نعرفش بالضبط شكون. حدنا يا صديقي شكون الكوتش اللي تحكي عليه. كما قلنا بالنسبه لهذايا، بالنسبه لفيرجي تشامبرز ومبادره اول فور وان، بالنسبه للنادي الافريقي تقريبا مازالوا عده مقابلات في بطوله في معناها في الرابطه المحترفه الاولى، اللي هما 7 مقابلات بالتمام والكمال. نكملوا ماتش المنستير ونلقاو مستقبل جابس يجينا الملعب رادس، واكيد هذوما 3 نقاط باش يكونوا مهمين في معناها في الباركور نتاع فريق الاحمر والابيض للبطوله او للوصافه، وان شاء الله تكون البطوله. نحن ب 51 نقطه، وكما قلنا 3 نقاط نجم تكون ممكنه ضد مستقبل جابس. الاتحاد الرياضي المنستيري نجم نقتلعوا منه 3 نقاط في مصطفى بن جنات بالذات، بعد ما كلكو سوا النتيجه نتاع مقابله الكاس، خاصه انه الملعب يفرج معناها كيفاش نقولوا نحن الاتحاد المنستيري ماهيش في افضل حالاتها، وملعب مصطفى بن جنات ملعب ممتاز على الاخر، ونجموا نجيبوا 3 نقاط. كيف شبيبه القيروان في ملعب رادس برونابل، ونجموا نربحوها بكل سهوله. مع احتراماتي لجميع المنافسين، مستقبل سليمان اللي يلعب على تفادي النزول كيف ما عندوش ليفكتيف الكبير برشا. نجموا معناها كيفاش نقولوا نحن 3 نقاط برونابل ضد مستقبل سليمان في سليمان بالذات. ومعنا الدربي الصغير الملعب التونسي اللي نجم يوفى بتعادل نقطه وحيده، ومن ثم الترجي الرياضي نجم كيف يوفى بتعادل، والاولمبي الباجي في ملعب رادس 3 نقاط. نحكيو على 12 نقطة، 15 17 نقطة بالتمام والكمال مع ال 51 نقطة. نلقاو رواحنا في نقاط 68 نقطة، تقريبا 68 نقطة. ينجم يكون النادي الإفريقي بطل أو وصيف، وخاصة مع النتائج اللي باش تتحكم فيها الكالندريين تاع الترجي الرياضي التونسي، اللي بصراحه كالندريي كاسحه للاسبيرونس. مازالت لها ليتوال في سوسه، مازالت لها جرجيس في رادس، السيابي برا كانت تلعب على الطياح بطبيعه، صفاقس في رادس، الافريقي الدربي، واتحاد بنغردين في بنغردين. هذا تقريبا بالنسبه للكالندريي. ان شاء الله كيف نرجعوا للتوب شات. العطوي يقول الحمد لله جمعيه ديما لاباس، وان شاء الله مربوحه في الكوب. يلزمنا التركيز، ماتش صعيب برشا. سيا اكيد ماتش صعيب برشا، وان شاء الله النادي الافريقي ينجح في انه باش يقتلع الترشح. عندي انا معناها احساس او حاجه قويه تقول انه مش نترشحوا ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، خاصه نهار لحد ما ماضي ساعه ونص مصطفى بن جنات لعده عوامل. التيران يلعب مليح، عندنا افكتيف ممتاز، والناس الكل رجعت تترانا تقريبا، حتى المصابين القدم كما حسام حسن رمضان على مستوى الاربطه المتقاطعه رجع يترانا. الافكتيف باش يكون كامل. مش نحكيو على الفورماسيون تيتولير اللي لازم تكون موجوده، ونبعدوا على بلال ايت مالك في وسط الميدان، خاصه انه كما قلت الاتحاد الرياضي المنستيري ماهوش في افضل حالاته، وباع اكثر من ركيزه في التشكيله نتاعو. مرحبا بكا ام سياسيه للشين كيف مرحبا بالناس الكل. بوتيتخ كيفاش كام سياسيه يقول بوتيتخ لو سيناريو دو 2008 سو ريبيت. ان شاء الله، علاش لا، الاكيد انه 2008 ديما في البال، ديما 2008 و2015، لكن البطوله الحاليه سنه كما قال كام سياسيه تقريبا السيناريو البطوله الحالي او النقاط الحاليه هي بالنسبه لينا نحن كيفاش نقولوها معناها ماشيه في نفس الموسم هذا، موسم 2026 2027 قريب الموسم 2008. بطبيعه كام سي نقول لك اذا سيناريو دو 2008 سو ريبيت، معناها البطوله بدمها باش تكون وباش تلعب لاخر لحظات.
سامحوني اخر لحظات او اخر رمق البطوله. هذا كان بالنسبه لبرشا للاتحاد المنستيري في الكوب ولكذا. نمشيو للرسميات الفورماسيون اللي لازمها تهبط كونتر المنستير في مصطفى بن جنات، ومن غير سامحوني في الكلمه بلبيز او من غير تفلسيف بلغه الكوره. فما زوز فورماسيونات اللي هي مش نقترحوها نحن تاع جرينتا بلوس وتشكيله مثاليه، واللي قاعد يتعاطى فيها المدرب فوزي البنزرتي. نعاود نرحب بالناس الكل، واللي عنده اي استفسار او اي سؤال في التوب شات يتفضل معنا في هذه الامسيه الرمضانيه الرايقه. الاكيد انه بالنسبه للفورماسيون تيب على مستوى حراسه المرمى باش نلقاو مهيب الشامخ حارس الكلين شيت اللي ماهوش معناها ما يبعدش ديما موجود ان شاء الله في حظيره النادي الافريقي. على مستوى الظهير الايمن الظهير الجناح الطائر شو اسمه سامحوني في الكلمه الملاعبي غيث الزعلوني، كيف قاعد يعمل في ديزاسيست وقاعد يسجل في اهداف ممتازه للغايه. على مستوى الظهير الايسر اسامه السهيلي اللي قاعد يعمل في ديزاسيست قاعد يسجل في الاهداف. على مستوى محور الدفاع نخير ياسين بوعبيد مع حمزه بالعبده اللي هو فيتور كابيتان في النادي الافريقي. كوم بيفو سنتينيل فيكس فما زوز خيارات عفوا فما زوز خيارات. عندنا معتز الزمزمي او الان كونتي اللي نجم يتواجد مكان معتز الزمزمي، لكن بصراحه الان كونتي عنده امكانيات ومازلنا ما وقفناش على الامكانيات الصحيحه نتاع الملاعب هذايا. لكن بما انه معتز الزمزمي خذا الفورمه بلغه الكره وهو اللي بدا من اول رمق البطوله، وهو اللي تحط في التشكيله في التشكيله الاساسيه، وهو الكابيتان ديكيب، معناها بروبابلومون معتز الزمزمي باش يواصل في النادي الافريقي كوم تيتولير في الفورماسيون تيتولير، مكرها اخاك او مرغما كيف باش يكون موجود. وانا نحبذ الان كونتي علاش نحب بوزيسيون دو ميتي يكون موجود في البوست هذيك. بالنسبه لخط وسط الميدان باش نلقاو سيدو خان او الصادق محمود او الشريمي ومعهم الحرسي، هذوما 4 لاعبين. لكن فما خيار كومريليور، يا يكون سيدو خان يا يكون الصادق محمود راجع من الاصابه يا يكون الشريمي، ومعاهم كسانة العاب ايمن الحرزي اللي يعرف مصطفى بن جنات بالقدا الملعب بطبيعه، ويعرف كيفاش نقولوا نحن يعرف الاتحاد الرياضي المنستيري ويعرف من اين تؤكل الكتف. هذا كان بالنسبه لخط وسط الميدان. بالنسبه لخط الهجوم نلقاو فراس شواط هداف النادي الافريقي ان شاء الله يكون في الكأس والبطولة، ولما لا يكون معاهم الخضراوي مستوى جناح الأيمن، وعلى مستوى الجناح الأيسر باش نلقاو القادم على مهل أسامة بوغر. هذه كانت التشكيلة الأساسية إن شاء الله نشوفوها، أو التشكيلة المثالية إن شاء الله نشوفوها في ماتش كونتر الاتحاد الرياضي المنستيري في مصطفى بن جنات. فما شكون يقول نحبونا نفرحوا في اخر العام يلزم الماتشوات الكل بحكام اجانب. اكيد هذا موضوع كبير على الاخر. عندنا الدربي الصغير كونتر ستاد، عندنا الدربي الكبير كونتر ليسبيرونس، عندنا الماتش الكوب هذا مهم على الاخر. الاجانب بصراحه شو نقول لك، انا الاجانب عندي منهم احتراز، لانه في الدربي السابق كان تقريبا بتحكيم اجنبي، وشفنا الظلم اللي صار على فريق الاحمر والابيض. لذلك ديما يبقى ضربين على حقوق النادي من مشمولات إدارة فريق الأحمر والأبيض. تعليق آخر يقول إنه مفتاح ماتش المونستير هو فيليب كيزومبي. أكيد راهو يجي تحب ولا تكره يجي يقول لك راهو إذا النادي الإفريقي اليوم مهيمنة على نسق البطولة وعندها نفس طويل والنفس نتاع نقاط، ذلك لأنه الإفكتيف السنة بالفم والقملية ريش، فما شكون تيتولير وفما عندنا بنك محترم للغاية، فيه كيزومبي، فيه حسام حسن رمضان، فيه ملاعبيه كيما الشريمي ميليو تيران، كيما سيدو خان، كيما كيزومبي. هذوما ملاعبيه لازم يكونوا معناها موجودين في حظيره النادي الافريقي، موجودين على مستوى الافكتيف. الزعلة بطبيعة الزعلة اللي قاعد يقدم في إضافة بالنسبة لحاتم جديدي، التعليق نتاعو قال بطبيعة قاعد يقدم في إضافة الزعلة، وإن شاء الله يكون في المنتخب التونسي كيف انه قاعد يعطي في ديزاسيست وقاعد يسجل في اهداف. هذا كان كل شيء بالنسبه لحلقه اليوم. خليونا ارائكم في الكومنتات، ما تنساوش باش تحطوا جيم على الفيديو وتبارتاجيوه، وما تنساوش خاصه باش تعملوا ابوني